السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وحضراتكم طيبين. معانا النهاردة جلاش باللحمة المفرومة. المقادير بتاعتنا: معانا سمنة سايحة، معانا نص كيلو لحمة مفرومة، ده هنعمله على صينيتين جلاش. معانا لفة جلاش، لفة جلاش. معانا كوبايتين لبن، معانا 4 بيضات. كل ده في المقادير بتاعتنا. بنعمل ايه؟ بنيجي في اول صينية بنمسحها بالسمنة كده من الأرضية بتاعتها. ماشي يا حبايبي. طبعا احنا بنوسطن لفة الجلاش كده زي ما انتم شايفين، وبناخد ورقتين ورقتين. ما بين كل ورقتين بنحط سمنة خفيفة عشان ما تبقاش الصينية دسمة قوي وتبقى تقيلة وتتعبنا يعني. ده اول رق كده. وبعد كده انا بوريكم اهو تاني ورقة من الجلاش. طبعا النص كيلو لحمة مفرومة ده انا حطيت له عصقته ببصلتين كبار، ونزلت باللحمة المفرومة الاول. واول ما اللحمة المفرومة فكت مني كده في معلقتين السمنة، نزلت عليها بالبصل، وحطيت فلفل اسمر، وحطيت بصل بودر، توم بودر، مكعبين مرق الدجاج، وده اختياري، عاوزين ملح براحتكم. وحطيت حبهان بودر ولورة مطحونين مع بعض، مش عاوزين مفيش، يبقى يكتفي بهارات لحمة، بصل، توم، فلفل اسمر، ده على اللحمة المعصجة. طبعا اختصارا للوقت انا عملتها. مسحت كده الورقتين الاولانيين كده زي ما حضراتكم شايفين. طبعا انا قاسمه اللفه، كل لفه قاسماها وعارفه النص الاولاني باخده، بعد كده بعمله زي ما حضراتكم شايفين كده. ما بحطش ما بين كل ورقه وورقه، عشان كده هيبقى دسم قوي، السمنه هتبقى كتيره فيه. ما بين كل ورقتين وورقتين بيبقى خفيف وجميل، وبتبقى السمنه معقوله، وبيبقى طعم جدا. بصوا زي ما انتم شايفين اهو. وطبعا بنظبط الاطراف قوي عشان خاطر يبقى مورق معانا. خلي بالكم من الاطراف، ظبطوا السمنه فيها، وبعد كده امشوا في النص بفرشة كده زي ما انتم شايفين. طبعا هنستمر في العملية دي لحد ما نوصل لنص لفة الجلاش. انا وريتكم او هوريكم كده اول صينية، وبعد كده تاني صينية انا هعملها مع نفسي، وهوريكم بقية الفكرة ازاي. طبعا اللفة لو نص كيلو، 400 جرام بتمشي، كله بيمشي. طبعا اللفة اللي معايا دي ما تكملش نص كيلو، ممكن تكون 400 جرام. عاوزين طبعا تزودوا اللحمة دي حاجة ترجع لكم. انا طب عادة بحط الربع كيلو لحمة في صينية واحدة زي ما انتم شايفين كده. دول برضو ورقتين تاني اهو. طبعا بنتنيهم لجوه، ونتنينا الطرف ناحية اليمين، الطرف بتاع الورقتين التانيين نتنيهم ناحية الشمال للداخل، يعني يعني حبة كده وحبة كده. برضو بنمسح عليها بالسمنة كده زي ما حضراتكم شايفين. والله طريقة جميلة جدا يا جماعة، وهيعجبكم، بيبقى حلو جدا في المناسبات اللي زي رمضان كده، في اي عزومات، في اي حاجة، بيبقى جميل وبيبقى خفيف وسهل في عمله زي ما انتم شايفين كده. ادي اخر ورقتين اهم زي ما انتم شايفين كده. انا ما حطيتش ما حطيتش عليهم سمنة عشان في دسم في اللحمة المفرومة. قسمت نصها كده، نزلت نصها في اول صينية. وهنحاول نظبطها ونسويها على الجلاش زي ما انتم شايفين كده. عاوزين تزودوا على الربع كيلو مفيش مشاكل، ده يرجع لكم انتوا. بس والله انا شايفه هو الربع كيلو على الصينيه، على لفه الجلاش، بيبقى مظبوط وحلو وجميل، ومع البصل بيبقى زي الفل. طبعا ما حطيتش في الورقه اللي هي تحتيها اللحمه المفرومه عشان
اللحمة فيها سمن وبس، بكتفي بالسمنة بتاعة اللحمة. انا كده بظبط اللحمة. طبعا احنا يعني لو هتعملوه ما بيتعملش بدري، يعني ايه، قبل الفطار مثلا بنص ساعة كده، بربع ساعة، لانه ما بياخدش وقت في الفرن. دلوقتي هنبتدي في النص التاني من اللفة. بصوا بتني لتحت، والورقة التانية بتنيها للجنب التاني بالعكس، ايوه كده. وبدهن سمنة خفيفة من الاطراف الاول كده، اطراف الصينية، عشان تبقى مظبوطة معاكو، والاطراف كلها ما تبقاش ناشفة وتبقى مورقة. عاوزين تحطوا سمنة على زيت برضو مفيش اي مشاكل، سهلة جدا ومفيهاش اي مشكلة. برضو بنفس الطريقة. في ناس بتحط ما بين ورقة وورقة فبيبقى دسم جدا يا جماعة، ومش بيبقى تقيل على المعدة كمان. واهم حاجة تظبطوا تعصيقة اللحمة، بتدي طعم للجلاش رائع. بهارات اللحمة، البصل والثوم البودر والفلفل الاسمر. بتحبوا تحطوا مكعب مرقة مفيش مشاكل، ما بتحبوش يبقى الملح، دي ورغبتكم انتوا. طبعا الورق المكسر في النص او المقطع بنحطه في النص عشان خاطر ايه، يتدارى زي ما حضراتكم شايفين كده. برضو بنتني الورقة زي ما انتوا شايفين برضو كده. والورقة التانية العكس زي ما انا قلت لكم. معلش انا لازم اقول لكم كل التفاصيل عشان اللي ما بيعرفش بيعرف. انا برضو بعيش واتعلم، يعني كلنا بنعيش ونتعلم من بعضنا يا جماعة. برضو الاطراف. وبعد كده بنمسح مسحة خفيفة في النص كده بالسمنة. طبعا الجو الشتا والسمنة بتنشف بسرعة بتتجمد بسرعة، فنخلي بالنا برضو ايه، نسيحها كويس. طبعا انا كنت بعمله قبل الفطار كده بنص ساعة، ويا دوب عقبال ما عملته وحطيته في الفرن. اتحط على فرن ساخن في الأرضية، من أرضية الفرن من تحت، بيبقى الفرن سخن قبلها. وبعد كده أول ما الأطراف بتاعته بتحمر بنطلعه على الشواية على طول، وبرضه يكون عينينا عليه. برضه بنتني اهيت نفس التانية. في ناس بقى بتتني التانية دي بتاخد كل اللفة معاها من تحت. انا صراحة ما بعملش كده، لانها ما جربتهاش وما بتحكمش فيها، انما بطريقتي دي انا على طول معتمداها، وعلى طول بعمل كده وبيطلع معايا زي الفل ومفيش اي مشكلة. ده اخر وش بقى بدهنه في الصينية اهو، وهتشوفوا بقى ايه يعني ايه هتتعمل بقيتها ازاي. هتتقطع بقى بالسكين عادي مربعات. طبعا كل صينية بتاخد بيضتين وكوباية لبن. ماشي يا حبايبي، وشوية فلفل اسمر وملح صغيرين خالص على سن المعلقة كده على الكوباية، وبنضربهم كويس جدا وبننزله مع الصينية. بس الأول نقطع الصينية كويس عشان اللبن يتغلغل جوه الجلاش ويطلعه مورق وهاشش وجميل. ما ينفعش نصب اللبن والبيض عليه وهو مش متقطع، مش هيتشرب اللبن، وهيبقى مش منفوخ كده وجميل زي ما بنشوفه وهو طالع، وهتشوفوه بعد السوا. طبعا قطعتها مربعات زي ما انتم شايفين، والتقطيع دي بترجع لكم انتوا بقى.
ولازم الفرن يا جماعة يبقى سخن عشان ينفش معاكم بسرعة وينتفخ معاكم بسهولة يعني. بصوا بقى هنا جبت مج لبن اهو، كل صينية بتاخد مج اللبن ده. ماشي، هننزل بيه في حاجة واسعة او طبق او اي حاجة او بولة واسعة. ننزل بالبيضتين، عاوزين تحطوا بيضة واحدة مفيش مشكلة، بس انا بحط بيضتين اللي بيخليها مرة واجمل واحلى. ماشي يا حبايبي، طبعا اللبن ده انا غالياه من الصبح وسايباه لما دفء برد عشان برضو بقى ايه للضمان، وحطيت شوية ملح وفلفل اسمر صغيرين اهو، وضربتهم كويس مع اللبن البيضتين. لازم تدمجوا اللبن مع البيض كويس عشان ايه يمتزجوا مع بعض كويس. بعد كده بنسقي الجلاش كده بالصينية زي ما انتم شايفين. نحاول بقى ان احنا نميلها شمال ويمين عشان تتشرب السائل اللبن مع البيض كويس، عشان لما تخش الفرن تبقى ايه شربت اللبن والبيض مع بعض حلوة قوي. يعني بنسيبها ان شاء الله كده 5 دقايق وبعد كده ندخلها الفرن. وهي كده بعد ما طلعت زي ما اوريكم تحطوها من تحت، ودي الصينية